فرح الثقافة هنستمع للشاعر السيد جحمد نور الصبر عشان تنقضونا بقى. هل ترغب في لعب الطاولة؟ أعتذر اليوم لكل النقاد وكل القراء. لم أكتب شعرا عذبا مثل قصيد الشعراء عن ليلى ذات القد المياس وغصن البان، أو عبلة ذات العين الحمراء، لكني وبكل سهولة دون بلاغة وبعيدا عن أخطاء الوزن وأغلاط النحو وأقوال الفقهاء أتحدث عن شخص مهموم بالناس يقضي بعض الوقت ونصف الليل بين مقاهي البلدة وسط البسطاء، يسمع منهم عن أحلام الفقر وكبت القهر وحرمان اللحم ومزايا العدس وكرامات البلهاء. هذا الشخص السائر في طرقات مدينتنا يحتضن الأحلام الشبحية، تأتيه الزهرة من بعد صلاة العصر وفي العتمة حين ينام بدون عشاء أو إن شاء دون غطاء. والكهل القابع في أقصى المقهى ما أطول أنفاس المطحونين التعساء حين تكون الجوزة بين الكف وتحت الأسنان الصرماء، يمعن في التدخين كأن شهيقا وزفير ومآخر أحلام البسطاء. والشاب الجالس في ركن الطاولة يلعب بالنرد ويروي الرفقاء في همس عن عاهرة في أسرته تدعى. وضجيج المقهى يعلو فوق غناء الراديو وأغنية حمقاء يحمل معناها بشرة رخاء، شاي قهوة كوكا كولا ينسون هموم الأيام السوداء تحت سحاب الدخان الأزرق تخترق الجدران الصماء. وأمام التلفاز فريق آخر يتجادل حول الماتش وأنا أبحث في الصفحة عن برج الجوزاء. عقبات تتخطاها بسلام، تطردني قدماي من المقهى، أتسكع في الطرقات أشم هواء المحوى كالعادة خلف الشباك. تتوارى مني دلالا أم تتوارى عني خجلا وحياء، فأواصل سيري مبتئدا وأدندن في همس بغناء. والله هترقي تحلى وهتبقى أحلى وأحلى. والليل يمر بطيئا جدا وكئيبا مثل وجوه التعساء تتوقف في وجهي سيارة تنطفئ جميع الأضواء. يأتي الشرطي ليسألني عن أسباب السهر لهذا الوقت وعن سيري فأجيب يقاطعني باستهزاء: ألديك بطاقة يا هذا أم تأتنس الليلة بالسجناء؟ أطلع عليها يرمقني يأمرني أن أرجع بيتي وأنام، أتركه وأمضي وأردد: عمت مساء.